خلوفي هذا البطل العالمي اللي ها وش دار. شوفوا وش دار. شوفوا الإعلام تاع الجزائر. شوف الإعلام تاع الجزائر وين راه، وشوف الإعلام تاع الأمريكان هابط. انت شوف الإعلام ما تشوفش عبد. الإعلام طلع، ها هو الإعلام تاع الجزائر شوف طالع. شوف الإعلام 9 ملايين شهيد. 9 ملايين شهيد هاي هنا. 9 ملايين شهيد ملي دخلت فرنسا 132 سنة، ماشي 1,500,000 تاع 7 سنين، 1,500,000 غير تاع 7 سنين، 1,500,000 غير تاع 7 سنين. شوف الإعلام تاع الجزائر طالع. شوف الإعلام تاع الأمريكان أكبر قوة في العالم اللي تحاول تهيمن على العالم. شوفها وهابط. شكون اللي دار هذه؟ دارها رجل واحد. رجل واحد اسمه مخلوفي، بطل عالمي. وعلاه جيت نهدي له هذا الحصة؟ اسمعوا معايا هذا الحوار ماذا بيا تسمعوه. اسمعوا يا وزير الداخلية، يا وزير الشؤون الدينية، يا رئيس الحكومة، اسمع هذا الحوار. اسمعوا شوفوا الرجال تاع الجزائر كيف يهضروا. راح لهذيك الجريدة الدايلي تيليغراف، ياخذ الدايلي تيليغراف هي لأهانة النشيد الجزائري، وقالت باللي النشيد الجزائري هو أسوأ نشيد في العالم. هكذا قالت، أسوأ نشيد في العالم. يروح شكون يروح السي توفيق مخلوفي، يروح يرفد الإعلام في البلاد تاع هذه الجريدة. واسمعوا هذا الحوار ماذا بيا تسمعوه. لا بغات الحلقة اليوم يكون فيها ساعة، اقعدوا حتى تسمعوها. شوفوا ايش سقسيه. سقساته الجريدة واش قالت له؟ كيف تمكنت وأنت عداء مغمور أن تنزع الميدالية الذهبية؟ اسمعوا الجواب واش قالها. الأمر بسيط جدا، لقد عقدت العزم أن تحيا الجزائر. لا إله إلا الله. اسمعوا، لقد عقدت العزم أن تحيا الجزائر. سؤال ثاني، شوف ايش قل له. هل قمت بتحضير نفسي للمنافسة؟ اسمعوا الجواب. طبعا لقد أقسمت بالنازلات الماحقات والدماء الزاكيات الطاهرات والبنود اللامعات الخافقات. سمعتوا الجواب؟ هذا هو التحضير النفسي. لقد أقسمت بالنازلات الماحقات والدماء الزاكيات الطاهرات والبنود اللامعات الخافقات. زيد اسمعوا السؤال واش قالت له. ما هو سر الفينيش القوي الذي قمت به ومكنك من النجاح على حساب صديقنا الأمريكي؟ كيف نجحت انت وغلبت عداء أمريكي؟ اسمعوا الجواب. لا إله إلا الله. اسمع يا جيش وطني شعبي، اسمع يا أمن، اسمع يا شعب جزائر، اسمعوا يا شهداء، اسمعوا يا مجاهدين. شوفوا الجواب واش قلتوا. قال كنت أتدرب لوحدي في الجبال الشامخات الشاهقات. كنت أتدرب وحدي في الجبال الشامخات الشاهقات. زيد شوفوا السؤال. قالت له صحفية في من فكرت بعد وصولك إلى خط الوصول؟ شوف ذاك الجواب. لا إله إلا الله. استمعوا الجواب. قال كنت أفكر في الذين ثاروا وأعلنوها حياة أو ممات وعقدوا العزم أن تحيا الجزائر. مين يجيب هذا الكلام؟ زيد شوفوا ايش قالت له. لمن تهدي هذا الفوز الكبير؟ لمن تهدي هذا الفوز الكبير؟ اسمعوا الجواب. قال أولا أهديه للشاعر الكبير الراحل مفدي زكريا صاحب ديوان اللهب المقدس، وأهديه للشاعر المصري الراحل محمد فوزي، وطبعا لملايين الشهداء. زيد سؤال أخير واش قالت له. وماذا تقول لصحيفتنا التي تشرفت بمحاورتك؟ واش قالها؟ فاشهدوا 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 فاشهدوا. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. عداء جزائري مسكين متوكل على ربي ودعاوي المالين ودعاوي الصالحين يرفد الإعلام تاع الجزائر ويهبط العالم الأمريكي. وسمعتوا الكلام اللي كان يقول فيه النشيد الوطني، لأنه راهو عارف باللي هذه الصحيفة وهذه الجريدة قالت في جريدتها الإلكترونية إن النشيد الجزائري هو أسوأ نشيد في العالم. أسوأ نشيد في العالم. هذا يدخل على النشيد الجزائري أسوأ نشيد في العالم. وما يروح الشعب يندد وما يديروا موقف أمام السفارة ولا سمعنا كلام. يعني أين هذه الأمة؟ أين هذه الأمة؟ ولكن ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. يروح شاب إلى الأرض تاع هذه الجريدة
ويرفع الأعلام تاع الجزائر في هذه الأرض ويجاوب هذا الجواب. والله الذي لا إله إلا هو إني أطلب من كل مسلم أن يدعو الله له أن يوفقه ويسدده وينصره ويعزه ولا يريه مكروه أبدا. اللهم بارك له في صحته، اللهم بارك له في سمعه وفي بصره وفي عروقه وفي دمه وفي صحته. اللهم يا رب اجعله عالي دائما، اللهم اجعله كالهلال في السماء، اللهم اجعله كالهلال في السماء، اللهم اجعله كالهلال في السماء. واجب أن نقول لكم واجب كل جزائري نهار يسمع به، نهار تسمع به جاي للجزائر تروح للمطار تروح تستناه وتنشد له النشيد الجزائري. هذا راجل لازم تروح الفرقة الرسمية تاع الدولة الجزائرية تروح تستناه في المطار وكي يهبط ينشدوا النشيد تاع الجزائر. سمعتوا واش قال؟ نعاود غير وحده لازم نعاودها، مانيش قادر ما نعاودهاش.